الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رازق المحروم موجد المعدوم، زين السماء بالنجوم وأرسل الأرض فهي بحكمته ورحمته تقوم. وقال جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لك الحمد يا مبدي جميل المآثر ومخفي عن الأنظار سوء السرائر. لك الحمد إني مسرف جاء قاصدا إلها رحيما غافرا للكبائر. لك الحمد في الضراء والحمد في الرضا، لك الحمد ما دارت عظيم الدوائر. لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تباركت يا رحمن محصي الضمائر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا يحمد على مكروه سواك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. نفحة من هديه إن عبقت عطرت كل زوايا الكوكب، أو تجلت ومضة من نوره سطعت في شرقها والمغرب. والذي شرفه لولاه ما ركب الإنسان هام الشهب، لا ولا قامت حضارات ولا شيد صرح في بلاد العرب، لا ولم نسمع ببغداد ولا بعلا قرطبة أو يثرب. هذه الدنيا ومن عاش بها أو سيأتي عبر كل الحقب لا يساوون إذا ما جمعوا قطرة في بحر آلاء النبي. بدمي أفدي ثرى مرقده وبإخواني وأمي وأبي، وصلاتي دائما تبلغه عد قطر الهاطل المنسكب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المقربين. أما بعد، إخوة الإيمان، أذكر نفسي وإياكم في هذه الخطبة وفي هذه الجمعة المباركة بقول الله سبحانه وتعالى، وهي من الآيات العظيمة التي تنسينا إياها الحياة والدنيا والسعي في هذه الأرض. قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى هذه الآية وإلى أن نستشعر معنى العبادة التي خلقنا من أجلها، أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونتعرف عليه. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد عرفنا بنفسه في آيات عظيمة حتى نعبد الله ونحن نعرف الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة يقول هو الله، ويعرفنا بنفسه، ويقول سبحانه وتعالى أمن هذا الذي، في آيات كثيرة هو الذي. هذه الآيات هي مفاتيح لمعرفة الله سبحانه وتعالى إذا تتبعناها في كتاب الله تعالى.
ومن أعظم الآيات، بل هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. الله بدأت بلفظ الجلالة، فهي تعرفنا من هو الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تقوم هذه السماوات والأرض بحكمته وقدرته وعلى محبته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بدأت بلفظ الجلالة وانتهت باسمين من أسماء الله الحسنى وهو العلي العظيم. وآية النور بدأت بلفظ الجلالة. الله نور السماوات والأرض. من هو الله؟ هذه الآيات تجيبنا وتعرفنا بالله سبحانه وتعالى. ونحن إخوان الكرام أحوج ما نكون إلى معرفة الله، لنعبد الله تعالى على بصيرة، ونعبده بمحبة وخوف واشتياق إليه سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض. الله من هو؟ نور السماوات والأرض. كل نور في هذه الأكوان فهو من نور الله سبحانه وتعالى، من نور البصر أو البصائر، فإنها من نوره سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد